اهلا يا اصحاب، اتمنى ان تكونوا على خير. كما قلت لكم في الفيديو السابق، سوف اضع فيديو لكل حرف جر لانه مهم جدا ولكي تفهموه بشكل افضل، ولاننا في الفيديو السابق انتهينا من ض، سنبدا به في هذا الفيديو. كما قلت لكم، راينا في الفيديو السابق من احد استعمالاته هو عندما نستخدمه مثلا في البروفينانش، يعني الاصل ديال واحد المكان انك تذهب او تاتي الى مكان. في الغالب يستخدم مع افعال مثل tornare, ritornare, venire, andare. أفعال كهذه. أعطيكم مثلا أمثلة أخرى التي شاهدتموها في الفيديو السابق. Sono tornato ieri da Milano. Sono tornato ieri da Milano، يعني أصل البروفينانشي، يعني واحد البلاصة، واحد النقطة رجعت منها التي هي ميلانو. Siamo arrivati da Torino. وصلنا كذلك إلى الأصل، إلى نقطة. Siamo arrivati da Torino. Stasera venite da me. Stasera venite o vieni انت، venite انت. Stasera venite da me. ولا vengo da te subito. vengo da te subito كما رأيتم في الفيديو السابق. المهم لأنه كثير من الأمثلة. الحالة الثانية التي نستخدم فيها دا عندما نريد الإشارة لأننا سنقوم بشيء ما. دائما دا يأتي بعدها فعل غير مصرف في هذه الحالة. مثلا avevo qualcosa da fare. da fare هنا يعني فعل شيء، وهنا غير مصرف الفعل. avevo كان لديه هنا l'imperfetto، والإخوة اللي من يشاهد الفيديو سترونه في القناة الأخرى. avevo l'imperfetto. نبغى نقول عندي هاد الساعة تنقول او qualcosa da fare، لدي شيء لأقوم به. hai qualcosa da mangiare. لاحظوا هنا da mangiare كذلك فعل غير مصرف، وهنا فعل ستقوم به هو المنجار. المنجار الذي هو الأكل. hai qualcosa da mangiare. hai qualcosa da mangiare o hai qualcosa da bere. أو يمكن أن نقول مثلا questa spiegazione da capire. جيد، هذا الشرح يعني للفهم، يعني شرح بسيط يجب أن تفهمه. questa spiegazione da capire. ونستخدمه كذلك عندما مثلا نريد الإشارة إلى فترة من الوقت. مثال مثلا عندما نقول مثلا alleno ogni giorno da quanto، يعني منذ أن كنت. هنا التعبير ديالها كأنها منذ da quanto ero piccolo أو ero piccolo. ولا مثلا كونوسكو مثلا أحمد ولا أي أحد. كونوسكو فلان ده مثلا tanti anni ولا tanto tempo. كونوسكو أحمد ده tanto tempo، وده tanti anni هنا لأن الجمع tanto tempo مفرد. ولا مثلا vivo in Italia da 2 anni. vivo in Italia da 2 anni، هنا الفترة da 2 anni، أعيش في مكان ما لفترة التي هي عامين، يعني هنا كما قلت لكم الفترة. والحالة الأخرى كذلك يعني عندما تريد مثلا أن تحدد بين وقت ووقت آخر. مثال مثلا dormo dalle 9 alle 6. دالي هنا لي لأن الوقت جمع، نقول لي جمع مؤنث ونجمعها دالي 9 o 10 qualsiasi. allora dalle 10 alle 6. ولا مثلا lavoro dalle 6 alle 12 مثلا 12 و alle 2. أتمنى ألا تحرمني من إعجابك، يعني أن تضع لايك وأن تعلق ولو بنقطة. هكذا هذا المحتوى يسير إلى الأمام. إن كنت تظن بأنك ستخسر شيئا إن قمت بذلك فليس هناك أي مشكل لنتابع الدرس. استعمال آخر عندما مثلا نستعملها كأنها الغرض من شيء ما، أو مثلا في ماذا يستعمل ذلك الشيء. أمثلة لكي تفهم. questo occhiali ولا مثلا gli occhiali da sole، يعني الغرض ديالهم ولا الاستعمال ديالهم أنهم ديول الشمس. da sole gli occhiali da sole. ولا مثلا sala da pranzo. sala هنا الصالة شنو تيدار في هذيك الصالة، الغرض منها sala da pranzo. مثلا camera da letto. la macchina da scrivere. وعندما مثلا تعني كأنها تعني بالعربية من طرف مثلا è stato spedito ولا è stato inviato da mio fratello. è stato spedito
ولا mandato ولا stato inviato، المهم أرسل. è stato spedito، تم إرساله من طرف دا mio fratello، da mio fratello. مثلا è stato colpito dal suo amico. dal هنا اللي أن الأميكو، الأميكو. لماذا لم أضعها في الفراتيلو؟ كما قلت لكم في الفيديو السابق للملكية. حاولوا أن تشاهدوا، سوف أحاول أن أضع لكم الرابط في التعليق. إذا قلنا è stato colpito dal suo amico. ولا مثلا questo lezione è presentato da me o da Yusuf o da Sadiq. questo lezione è ولا نقدر نقول شيء ثاني كذلك è stato، يعني تم تقديمه ولا قدم. è stato presentato ولا è presentato da me، من طرفي. والاستعمال الاخير عندما مثلا نستعمله عندما نريد القيمه ديال الثمن ولا ديال الشيء. مثلا عندما مثلا نقول una maglia da 5 و 10 da 5 euro، una maglia القيمه ديالها ديال 5 اورو. ولا مثلا تريد ان تقول لشخص ما مثلا اعطيني كذلك الشيء الذي يساوي كذا، ستقول مثلا dammi quella da 5 da 10 da، المهم قيمه ذلك الشيء ماذا يساوي، دا كذا اعطيني. تريد ان تقول مثلا هذا الارز مثلا ثمنه 10 اورو، لكن الارز فيه 5 وفيه 10 مثلا وفيه 15، تقول questo riso da 10، questo riso da 10، يعني ان القيمه ديالو ب 10. المهم اظن ان الاستفاده كانت مضمونه. اتمنى ان اراكم على خير. دمتم سالمين، وحاولوا ان تشاهدوا هذا الفيديو لانه مهم جدا.